ركز معايا. خناقة بالإيد بين إمام عاشور وياسر إبراهيم في معسكر الأهلي في أسبانيا. لا ده حد زملكاوي كاتب هو اللي مطلع الإشاعة دي، مش حقيقة طبعا. بس هو ايه الغريبة بقى؟ ان الراجل بقى يا سلام على المصداقية، قال لك وسيد عبد الحفيظ قال لهم ما حدش ياخد اي قرارات لحد انا ما اجي اسبانيا بعد كام يوم. فالسؤال بقى من الراجل العظيم العبقري، بيقول لك طب هو ليه سيد عبد الحفيظ بياخد قرارات رغم وجود وائل جمعة؟ ده كده لغي وجود وائل جمعة. تفتكروا ليه؟ تفتكروا ليه؟ يا سلام، يعني انت ابدعت في كل التأليف والقصة دي، هي وقفت معاك على دي؟ ما تكمل يا عم، ما تكمل ابداعك. ابدعت والفت وكذبت، كمل بقى ابداع يا عم. وقول ليه ان وائل الجمعه ان سيد عبد الحفيظ هو اللي بيتحكم، وان وائل الجمعه ما بيعملش حاجه. يا معلش، برضه بيزيرا هيرجع امتى؟ طيب عبد الله السعيد هتعملوا معاه ايه؟ طيب شوكو بانزا ولا شوكو بوندا هتعملوا فيه ايه؟ طب الكلام القذر اللي طلع على لعيبتكم ايه اخباره؟ هتداروا بده؟ ماشي.